نفسكوا في حلا بارد ويكون صحي وكمان محسوب السعرات. النهارده بقى عامله لكم حلا الرز بلبن، اكله هندي الاصل بس طبعا احنا مصرناها والمصري ام الاجنبي. النهارده عامله لكم رز بلبن، مفيش حد في الدنيا ما بيحبش رز بلبن، كبار وصغيرين وكل الاعمار بتعشق رز بلبن، خصوصا في الصيف واحد بيبقى محتاج حاجه ساقعه كده يترطب على قلبه كده وطار على قلبه زي ما بيقولوا. النهارده عامله لكم الرز بلبن وينفع جدا في الدايت عادي جدا، كل حاجه تنفع في الدايت بس طبعا لازم تكون بطريقه صحيه وتكون طبعا محسوبه السعرات. انا ريحتكم وحسبت لكم السعرات، كل بوله من دول قد ايه والكميه كلها على بعضها قد ايه. طعمه حلو جدا زي بالظبط اللي هو غير صحي واخف كمان بكتير، والله الغير صحي بيحطوا على قشطه وبيحطوا عليه بلاوي، فده جميل جدا وطعمه حلو قوي وقوامه مظبوط جدا جدا جدا. هنمشي مع بعضنا خطوه خطوه، بس الاول ادوني لايك واعملوا اشتراك ويلا بينا على الطريقه حالا. المقادير اهي كلها عندكم، حسبتها لكم بالكوبايات وبالجرامات عشان الناس اللي عندهمش ميزان. هنبدا مع بعضينا. عندي حوالي كوبايه وربع لبن خالي الدسم، يفضل يكون خالي الدسم عشان خاطر بس اقلل السعرات، مش عاوزين براحتكم حطوا اي نوع حليب انتوا تفضلوه. اوكي. وعندي حوالي 80 جرام رز مصري، يعني حوالي نص كوبايه، او الرز المصري الصغنن ده عارفينه هو ده. تمام. وعندي كمان حوالي 15 جرام نشا، يعني في حدود معلقه كبيره نشا، ما نزودش عن كده يا جماعه، تمام، عشان ما يمسكش قوي يعني. تمام. وعندي معلقه صغنطوطه خالص خالص كريم شانتيه غير محلى، اوكي، من اللي هو ما فيهوش سكر يعني، تلاقوه فين؟ عند العطار، سهل جدا. هاخد منه معلقه صغنونه قوي حوالي 7.5 جرام، وسكر طبعا، والفانيليا الجميله بتاعتنا السايله، او اي نوع فانيليا، ممكن تحطوا بشر ليمون زي ما انتوا عاوزين. هنبدا كده مع بعضينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنمسك الرز نغسله كويس جدا، وبعدين ننقعه حوالي نص ساعه في ميه دافيه عشان بس ينزل النشويات الزياده او النشا الزياده اللي موجود فيه. بصوا الميه لونها بقى عامل ازاي. هصفيه بقى وبعدين هبتدي اسويه. بصوا ده صفيته خلاص وغسلته بقى زي الفل اهو. 80 جرام بتوعي حلوين زي الفل رضا، نحمد ربنا على كل شيء. هنزل بقى بالحليب بتاعي، ممكن تستبدلوا على فكره الحليب ده بحليب لوز، حليب شوفان، حليب جوز هند، اي نوع حليب تفضلوه. تمام. هنزل بالكوبايه وربع، يعني كوبايه وربع او كوبايه وتلت، يعني ما حاجه لا تذكر كده، حاجه صغننه يعني. اوكي. وهرفعه على النار. اول ما يغلي هبتدي انزل بالرز فيه. معلش الخطوه دي انا ما سجلتهاش بس انتوا يعني تخيلوا معايا. حطيت الرز، ومجرد ما حطيت الرز طفيت على اللبن وغطيته، كل شويه افتح عليه واقلبه. طبعا انا الكلام ده طافيه النار ليه؟ عايزه الرز يستوي مع سخونيه اللبن. اول ما اللبن يدفى خلاص معايا وبقى تمام تمام، هفتح عليه النار تاني واتاكد ان الرز خلاص استوى اهو كده داخل معايا في السوا. خلاص كده هبتدي اكمل بقى سواه على النار واشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. اوكي. وبعدين هجيب معلقه النشا ادوبها في نص كوبايه ميه كويس قوي، وبعدين هنزل بيها على الرز باللبن. ما تزودوش عن معلقه صغيره عشان ما يمسكش، يعني هيبقى طعمه مش حلو خالص. اوريدي الرز فيه نشا برضو يعني. اوكي. هبتدي اقلبه بقى كويس جدا جدا عشان اتاكد ان كله بقى تمام. لازم اقلبه من تحت لفوق عشان ما يلزقش في الحله او يتحرق. بصوا معلقه الكريم شانتيه قد ايه صغنطوطه خالص لا تذكر، يعني تطلع لها حوالي نص معلقه شاي صغيره من اللي احنا عارفينها كريم شانتيه غير محلى. هقلب بقى كويس كله عشان مبقاش فيه اي تكتلات. ادي فيديو لايك دلوقتي عشان استمر معاكم في الوصفات اللي انتوا بتحبوها ونفسكم فيها. هنزل بقى بالفانيلا او الفانيليا زي ما انتوا عايزين تحطوا اي حاجه، بشر ليمون اللي انتوا عاوزينه حطوه، ممكن ما تحطوش حاجه خالص يعني. هنزل بقى بالتحليه بتاعتي، السكر الدايت، ممكن دبس، ممكن عسل، اي حاجه تفضلوها. اوكي. انا حطيت السكر زي ما انا عاوزه عشان برضو عايزه اقلل السعرات على قد ما اقدر. زي ما قلت لكم السعرات دي عامله زي المصروف اللي كنا بناخده في المدرسه، يا اما نصرفه في ساعه يا اما نصرفه على مدار اليوم، فانا افضل ان انا اصرف سعراتي على مدار اليوم، ما هقدرش فيها. فاهمين قصدي؟ خلاص هو كده تقل معايا. طبعا انا موطيه النار عليه عشان ما يشتش او يجرى له حاجه، والسوا بيكون على الهادي. الرز بلبن زي ما بيقولوا بالمصري كده اتقل على الرز. فاهمين قصدي؟ خلاص ابتدى يعلم في المعلقه ويعلم في الحله زي ما احنا شايفين كده. هو كده ايه خلاص شويه يعني خلاص داخل على السوا خلاص. تمام. هغطيه. اول ما ابتدي بقى يبقبق معايا كتير كده ويعمل فقاقيع كتير، يبقى هو كده ايه خلاص وصل للقوام اللي انا عاوزاه. في ناس بتحبه ميه شويه، ممكن تنزلوا عليه بحوالي ربع كوبايه لبن تاني اللي هو حليب يعني،
او ميه زي ما انتوا عاوزين. انا كده شايف ان قوامه كده مظبوط وحلو جدا وكريمي ومش محروق ولا اي حاجه، فكده انا هكتفي بكده وهطفي عليه النار وهبتدي اغرفه في البولات بتاعته. اوكي اهو بصوا جميل جدا، شكله حلو قوي قوي يا جماعه. تمام، هبتدي بقى اجيب البولات اللي انا هفرغ فيها الرز باللبن. طب يا رضوى انت ما قلتلناش على السعرات لغايه دلوقتي، هقول لكم حالا اصبروا عليا بس. ادي اول بوله، يعني كل بوله بتاخد حوالي 3 معالق يعني او 2.5 معلقة كده مليانين وكده يعني زي الفل. تمام، وبرضو هكمل بقية البولات وانا معاكم كده بقى. هقول لكم الكميه كلها طلعت قد ايه معايا. الكميه كلها طلعت حوالي 297 كالوري، ودي الماكروس كمان عشان تبقوا عارفين. تمام، قسمتهم على 3 اللي هم 3 بولات، طلعت البوله الواحده فيها حوالي 99 كالوري، يعني نقول 100. حلو جدا، ناخدها ونتبسط بيها. هحط بس على الوش شويه قرفه عشان يحلوا الطعم ويحلوا الشكل، وفي نفس الوقت يرفعوا معايا الحرق شويه. طبعا بتظبط سكر الدم. خدوا بالكم يا جماعه، الرز باللبن دوت ما ناخده في اليوم، ما ناخدش طول اليوم اي كارب، لان هو طبعا فيه رز وكده فالكارب فيه عالي. خلاص كده معايا، سيبته بقى لما هدي خالص وحطيته في التلاجة كمان شوية عشان انا بحبه اكله ساقع بصراحة. طبعا ريحة تجنن. القوام هوريهولكوا دلوقتي حالا، بصوا حلو ازاي. ماسك نفسه شوية، انا بحبه كده. في ناس بتحبه يعني ممية او في لبن زيادة زي ما تحبوا. انا كده بالنسبه لي فير جدا. طبق زي ده ما يكون فيه حوالي 100 سعره ولا 99 سعره، يبقى كده انا رضيت نفسي وقدرت ان انا اتبسط واحقق معادله صعبه في موضوع الدايت، ان الدايت حرمان والكلام الفاضي ملوش لازمه ده خالص. الدايت ان احنا نعرف نحسب السعرات كويس، نعرف احنا بناكل ايه وبنطبخ الحاجه ازاي او بنعملها ازاي بطريقه صحيه. طعم طبعا مش قادره اوصف لكم. اتمنى ان انتوا تبقوا معايا برضو، ما كنتش هديكوا وتخليكوا تتفرجوا بس لا انتوا هتجربوه طبعا، وهتبعتوا لي على صفحتي على الفيسبوك وتوروني بقى الحاجات الحلوه اللي انتوا عملتوها، ان انتوا اشطر مني بكتير بكتير بكتير. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا واشوفكم على خير. سلام.